خرق الدستور مرة أخرى في حكاية هيئة الحقيقة والكرامة اللي هو شيء مخجل معناها كيف وقع التصرف هذاك. وجماعة مازالت مشاتش للقصر، وسي رئيس الديوان تاع القصر السي نظام الحاج يطلب من معناها مدير الامن الرئاسي باش ما يسلمش الارشيف وقت اللي هو هيئة الحقيقة والكرامة عندها كل الحقوق باش تنفذ. المعلومات اللي فيها انه مدير ديوان رئيس الجمهوريه الجديد هو اللي طلب من الامن الرئاسي باش ما يسلمش. هذا حسب ما صرح به سي القاسمي رئيس الامن الرئاسي. قرر واتصل به نظام الحاج وهو اللي قال لي ما تسلمش الارشيف، وقت اللي هو هيئه الحقيقه والكرامه تقول عندها الحقوق، هذا بالنص القانون عندها الحقوق نتاع حاكم تحقيق، وحاكم التحقيق من حقه مش النفاذ، من حقه الحجز والنقل وكل ما يتعلق بالبحث نتاعو وبالقضيه اللي هو يمشي في جرتها. وما تنساش هيئه الحقيقه والكرامه عندها معناها 3 أهداف كبار. هو اولا حفظ الذاكره، باش نعاودوا نكتبوا التاريخ الصحيح للتوانسه، لانه في التاريخ الصحيح برشا ناس تهمشت وبرشا ناس تنسات وبرشا ناس كثروا لها في البطولات نتاعها وقت اللي هي ما عملتش البطولات هذيك. من ناحيه ثانيه هو باش نوصلوا للمصالحه الوطنيه، لكن مصالحه تكون صحيحه عبر اعتراف المذنبين وعبر معناها السماح من طرف الضحايا للمذنبين هذوما، ومن طرف زاد حفظ الذاكره. هذا يلزم الشعب التونسي يعلم الشيء هذا باش ما نخلطوش في الغلط مره اخرى.